بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مندي الدجاج. هنعمله بطريقه سهله وسريعه وبجد من احسن واحلى الاكلات اللي ممكن تعملوها. نبدا الفيديو نقول بسم الله. معايا هنا اهوت فرخه مقطعاها نصين، تقطيعها سهل جدا وتنظيفها سهل جدا. طبعا انا غسلاها كويس جدا كنت نقعها في ميه وليمون ودقيق ومعلقه طحينه وملح. بنسيبها ساعة في المحلول الملح دوت عشان تتغسل كويس ونضمن ان مفيهاش اي زفارة. معايا بقى هنا اهوت التتبيلة اللي هنحطها على الفراخ. معايا ربع كوباية من الزيت، عليهم معلقة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة من الكركم، ورشة صغيرة من بودرة الزعفران. لو مفيش زعفران كفاية الكركم. هنحط كل التتبيلة دي كلها على الفراخ ونبدأ نتبلها كويس جدا. هنحاول نوزع كل التتبيلة على كل الفراخ ونحاول ندخلها كده هو بين الجلد كأننا بنعمل مساج للفرخة بالظبط. نحاول ندخل كل التتبيلة بين الجلد والفراخ كده. بجد الأكلة دي والله من أحسن وأحلى الأكلات وأسرع الأكلات اللي تقدروا تعملوها. يعني لو مستعجلين كده وعايزين تاكلوا أكلة حلوة تقدروا تعملوا الوصفة دي. جربوها وإن شاء الله تعجبكم. بعد ما خلاص تبلت الفراخ كويس جدا من الاتجاهين، هدخلها التلاجة، هغطيها وادخلها التلاجة ربع ساعة او نص ساعة على حسب وقتكم. ولو مفيش وقت خالص عادي ممكن ما تسيبوهاش، تقدروا تشتغلوا بيها على طول. هبدأ اجهز معايا صينية، هحط فيها عود قرفة وورق لورا اللي هو ورق الغار، وحبة من الليمون اللومي، وقرنفل، واللي هو القرنفل اللي هو المسمار، واربع فصوص من الحبهان. معايا كمان نص راس من التوم. بجد راس التوم دي بتخلي الرز في حتة تانية خالص، بتدي للرز طعم حلو جدا. معايا كوباية ونص من الرز البسمتي. طبعا الرز انتوا بتعملوه على حسب برضو ما انتوا عاوزين. هحط عليهم معلقة كبيرة من الزيت، وكمان هنحط معلقة من الملح. انا حطيت معلقة واحدة بس من الملح، محطتش اي توابل تاني. اللي عايز يزود اي بهارات او حابب يحط اي بهارات كمان براحتكم. بس انا اكتفيت بمعلقه الملح لان الصوص كله اللي احنا او التتبيله اللي احنا عاملينها مع الفراخ كلها هتنزل على الرز، فهتخلي طعم الرز حلو، مش هيكون محتاج توابل تاني. معايا هنا هو ميه دافيه او ميه سخنه، هنحطها يا دوبك تغطي الرز. هجيب ورقه فويل اغطي بيها الصينيه كويس جدا. هكون مجهزه كمان معاها ورقه زبده. الاول قبل ما اجهز احط ورقه الزبده، هعمل فتحات كده بالسكينه في ورق الفويل عشان لما احط ورقة الزبدة والفراخ، الصوص بتاع الفراخ والبخار كله يسوي، والصوص ينزل على الرز والبخار بتاع الرز يطلع على الفراخ فكله يستوي مع بعضه. هعمل نفس الفتحات اللي انا عملتها في ورق الفويل في ورق الزبدة كمان. خلاص عملت فيها فتحات على قد ما اقدر كده. هو نحاول نزود الفتحات بس شوية عشان الصوص بتاع الفراخ ينزل على الرز. هجيب الفراخ بتاعتي بقى احطها فوق الصينية. طبعا باقي التتبيلة كلها هحطها فوق الفراخ. هنوزعها كده. هجهز معايا ورقة زبدة كمان، هحطها هغطي بيها وش الفراخ من فوق عشان لما اجي اقفل بالفويل الجلد بتاع الفراخ ما يلزقش في الفويل. هقفل بقى الصينية كويس جدا. لازم اتأكد ان انا قفلتها كويس جدا بالفويل عشان ما في البخار ما يطلعش بره.
هكون مجهزة الفرن. الفرن بيكون سخن، هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 تقعد ساعة. بعد ساعة هفتح عليها واحط الفراخ تحت الشواية كده اهوت حوالي 10 دقايق لحد بس ما تاخد اللون الذهبي ده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بجد كان شكل وطعم روعة. هوريكم دلوقتي كمان الرز استوى. ما تخافوش يا بنات، جربوا الرز في الفرن بجد بيستوي وبيطلع روعة. يعني اللي ما جربوهاش في الفرن بجد يجربها. شايفين شكل الرز بعد ما استوى؟ طبعا اخد اللون، التتبيله بتاعت الفراخ نزلت عليه فهي اللي ادت له اللون الاصفر ده. هنا بقى هحط ورقه فويل كده صغيره، وكنت مجهزه قطعه من الفحم هحطها، واحط عليها معلقه صغيره من الزيت. هحط بقى تاني الفراخ واقفل عليها تاني لمده 5 دقايق. الرز والفراخ ياخدوا كده من ريحه الفحم، بجد بتخلي طعمها روعه. بجد والله لو جربتوها ان شاء الله تعجبكم. خلاص هنا كانت خلصت، قدمتها مع سلطة الدقوس. طبعا احنا كنا عملنا سلطة الدقوس قبل كده مع الوصفة بتاعة الكبسة السعودي. لو حابين تشوفوا طريقة الدقوس تقدروا تدخلوا على الوصفة الكبسة وتشوفوها ان شاء الله. هوريكم دلوقتي كمان الفراخ بعد ما استوت شكلها ولونها من جوه عامل ازاي. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس.